السلام عليكم. عاملين ايه؟ كرب تكونوا كويسين. احنا الفيديوهين اللي فاتوا اتكلمنا واحد عن الذئبة والتاني اتكلمنا عن الكلى، غسيل الكلى وازاي ان الكلى ما بتديش انذار وكده. احنا بقى المرة دي هنتكلم على يعني ايه غسيل كلى، يعني ايه كلى، يعني ايه بغسل كلى، يعني الدنيا ماشية ازاي. اول حاجة البداية معايا ان هو إيه قالوا لي ان انا هغسل كلى، اللي هو يعني ايه غسيل كلى، يعني انا مش فاهمه يعني ايه هغسل كلى ازاي، يعني ايه اصلا غسيل. طب هغسل منين، هغسل ازاي، هيركبوا لي كنالة في ايديا كده ويسحبوا منها الدم؟ طب يعني ايه اصلا، طب يعني يغسلوا لي ازاي؟ يعني انا مش فاهمه حاجه، محدش عارف يفهمني. واللي هو انا كل الدنيا متلخبطه حواليا، اللي هو طب ايه في ايه، قولولي طب انا اغسل ازاي. طب هما يعني هيعملوا لي ايه؟ طب هركب فين، هعمل إيه؟ مش فاهمه. طب هي عباره عن مكنه ايه يعني انا داخله في مكان كله مكن، انا مش فاهمه حاجه. اللي هو يا جماعه يعني المفروض ان حد يفهمني، كله اللي هو خبطه على الدماغ جابت الدنيا لاخرها. دخلنا ودخلت وعملت اجراءات وانا يعني اول غسله ليا كانت في القصر العيني في الملك فهد. انضف مكان شفته في حياتي. المهم ان الدكتوره يعني دخلتني زي اوضه عمليات، ركبت لي مهوكر في رقبتي، بنج مهوكر تركب في رقبتي. اول جلسه لازم تبقى ساعتين، لاني يعني بتدي بقى للجسم بقى اللي هو انت دمك هيخرج منك وهيرجع تاني يتصفى في مكنة فلتر وبعدين يرجع تاني. طب يا جماعة انا مش فاهمة، انا اعمل ايه؟ المفروض اخد قد ايه؟ المفروض ان انا يعني كام ساعة؟ طب ايه الدنيا، حد يفهمني؟ مفيش حد بيفهمني نهائي نهائي. يعني اللي هو طب انا ضغطي بيعلى المفروض اعمل ايه؟ طب انا ايه وزني الجاف، يعني انا المفروض يبقى ليا وزن جاف امشي عليه، والزيادة اللي انا بزيدها بسحبها. طب الوزن ده انا هشيله ازاي؟ طب طب الضغط اعمل فيه ايه؟ طب ماشي، طب هو المفروض الدنيا يحصل فيها ايه؟ طب انا هفضل طول حياتي مركبه المهوكر في رقبتي؟ طب ايه الدنيا بعد كده؟ لا ده انتي هتروحي وتعملي وصله شريانيه في ايدك. وبالنسبه ان الوصله الشريانيه اللي في الايد دي ما بتستعملهاش خالص، يعني يعتبر ان يعني كايد مش موجوده. ما تشيلش، ما تضغطش عليها، ما تنامش عليها، ما تشيلش حاجة تقيلة عليها. يعني انا لو عايزة اشيل ابني انا ما بقدرش اشيله، ما بعرفش اشيله، عشان انا لو ضغطت على ايدي ممكن يحصل مشكلة ومعرفش اغسل. لازم تتعامل معاها بحرص، الحرص اللي هو بيبي صغنن كده بتطبطب عليه، اللي هو يا حبيبي كملي معايا للاخر علشان احنا ايه، لو وقفتي او حصلك حاجة احنا في الباي باي، يعني نرجع تاني للمهوكر ونشوف العملية ونعمل تاني ايدينا ونقعد 45 يوم. بمناسبة المهوكر انا قعدت شهرين حاطة في رقبتي، معاناة بمعنى الكلمة. بس فالمهم ان هو ايه اللي هو يا جماعة حد يفهمني. مفيش. يعني انا في اول مراحل الغسيل عمالة اسأل الناس طب اني فلتر احسن، طب انا المفروض اعمل ايه، طب البامب اللي هي سرعة تدفق الدم في المكنة المفروض انا كام، طب عرفوني. الدكتور لا انت المفروض تبقي عارفة. طب يا جماعة انا لسه جديدة عرفوني. مفيش نهائي حد يوعيني ولا يعرفني ان يعني ايه الدنيا ازاي كده. حاجات كتير مش عارفة اقولها. حياتي اتغيرت 180 درجة في يوم وليلة. في يوم وليلة انا كنت يعني في سواد ليل
سواد ليل فعلا الحياة ممكن تتغير، سواد ليل ممكن انت حياتك تتشقلب ل180 درجة. هو ربنا خفيف بقى، يعني ربنا عالم بعباده وربنا رحيم بعباده جدا. الله اعلم الخير فين وجايلي منين. بس انا حبيت اوعي الناس واعرف الناس الغسيل ومعاناة الغسيل وازاي بنغسل والدنيا بتمشي ازاي في الغسيل وكده. عايزة اعرف بس انتوا حابيني يعني المواضيع اتكلم فيها في ايه بالظبط. واشوفكم ان شاء الله في يوم تاني وفيديو تاني. سلام.